نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى فراخ مشويه هتجربيها هتعجبك جدا 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 بطريقه بسيطه وسهله مش صعبه خالص. شايفه لونها تحفه، احلى وانضف واوفر من بره كتير جدا. هاتي الفراخ وتبليها قبليها بيوم، حطيها في التلاجة وبعد كده حطيها على صينية او على حاجة في الفرن. هتاكلي احلى فراخ هتعجبك جدا 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 ان شاء الله. وهوريكي كمان تسويتها حاجة كده فظيعة. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصي انا اوريكي تسوية الفراخ عاملة ازاي. بصي سخنة قوي، بس بصي الفراخ عاملة ازاي، مستوية جدا. شايفة شكلها عامل ازاي، تحفة. جربي الوصفة دي وهتعجبك جدا، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله يا احلى واجمل عيلة في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل واحلى واحسن عيلة في الدنيا كلها. طبعا النهارده بقى انا هوريكم احلى واجمل واسهل تتبيله فراخ مشويه تحفه 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 هتعجبك جدا جدا جدا. طبعا انا جايبه الفراخ، جايبه الوراك المخليه وانا شايله منها الجلد وجايباها مخليه من العظم. تمام. اهم حاجه تغسليها كويس قوي قوي قوي. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن فلفل اسمر، عن بهارات، عن سماق وورق لوري وحبهان وملح. تمام. صويا صوص ودبس رمان هيخلوا لها الطعم تحفه. تمام. ده دبس الرمان ولا حطيته في الاول صويا صوص. طريقه فظيعه جدا. هنحط 2 طماطم، واحده بصلايه وكام قرن فلفل، مش اكتر من كده. هيخلي لك الفراخ دايبه كده، دايبه دايبه دايبه. والسماق بيدي لها طعم حلو قوي 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 يا جماعه والله. مش هنكتر كتير قوي في البهارات، بس البهارات بتاعتنا اللي حطيناها هتدي لها طعم حلو وهتدي لها لون فظيع كمان. تمام. ضربناهم في الخلاط لحد ما يبقى ناعم خالص، مش هنخليه خشن علشان ما يبقاش فيه اي بواقي من الخلطة ديت على الفراخ بتاعتنا. وهنتبلهم كويس قوي بالخلطة بتاعتنا ديت، وبعد كده هنحطهم في التلاجة قبلها بيوم. انا حطيتها قبلها بيوم صراحة. اولا ما خدتش وقت في الفرن، ثانيا التتبيله ديت لما بتتحط في الفراخ وبتتغلغل كده في اللحم بتاع الفراخ بتدي لها طعم حلو جدا جدا وبتستوي على طول. وكمان بتبقى سهله جدا جدا لما تحطيها في الفرن ويبقى اللحم بتاعها مسكر وجميل قوي. ده كده تاني يوم انا جبت الصاجه بتاعه الفرن. بتسهل عليا كتير صراحه. انا هحط فيها الفراخ هرصها عليها. تمام. اي كميه عندك، لو عازمه حد لو عامله حاجه هتشرفك جدا جدا قدام ضيوفك وطعمها حلو قوي قوي قوي. انا بخليها وبشيل منها العظم بصراحه، العظم والجلد. يعني انا بشيل منها الجلد كمان، بيبقى طعمها فظيع. وكمان 90% من تسوية الفراخ هي التتبيلة بتاعتها، واللي هي ان هي تتبل وتتنقع في التتبيلة بتاعتها من قبلها بيوم. تمام. هنحطها في الفرن. حابة تعملي جنبها مكرونة اعملي، حابة تعملي رز اصفر اعملي، حابة اللي انت حباه. انا صراحة هعمل جنبها رز اصفر. تمام. انا كده هحط بس كام ندعي الزيت من فوق الوش عليها وخلاص على كده، وهدخلها في الفرن. هتاخد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع حسب الفرن بتاعك. انا عملت جنبها شويه رز اصفر، انت واللي انت حباه. بصوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كده تحفه جميله جدا جدا جدا. استوت وريحتها جباره جباره بجد. شايفين عامله ازاي، احلى فراخ مشويه في الفرن هتعجبك جدا جدا جدا. اهم حاجه هتعملي الخطوات اللي قلت لك عليها، صدقيني هتبصي هتبهرك. ولو عامله عزومه كانك شارياها من بره بالظبط. للاسف انا ما عنديش فحم، لكن لو انت عندك فحم ولعي وفحمايه وتقومي حاطه عليها شويه زيت في الفرن على الصاجه كده او على الصينيه اللي هتحطي عليها الفراخ، وشم الريحه بقى جباره جباره بجد. صدقيني هتعجبك جدا. طبعا هي لونها احمر بس الفرن ظالمها بصراحه. بص انا قلت لكم الاضاءه اهي، شايفين عامله ازاي جباره بجد جباره. هتعجب احلى واجمل طبق فراخ مشويه بشويه رز اصفر جميل جدا، معاه شويه سلطه طحينه
حاجة كده جميلة جميلة جدا جدا جدا، وأحلى فراخ مشوية هتعجبك جدا جدا جدا. جربيها وهتدعي لي صدقيني. بسيطة قوي، جددي في بيتك وغيري، ومن أقل تكلفة هتعملي أحسن وأجمل أكل في البيت. الأكل بره بقى غالي جدا جدا جدا، فاحنا نقدر نعمل ونوفر وندبر في بيتنا أحسن من بره 100 مرة. كل سنة وانتم طيبين.